السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم متابعين قناتي لمتنا الحلوة مع نوجة. وحشتوني كلكم. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم، شهر العزايم، شهر اللمة. هنعمل مع بعض النهاردة نوع من أنواع الفراخ اللي احنا بناكلها في المطاعم، وهي فراخ التكة أو فراخ التندوري. هنعملها بطريقة سهلة جدا في البيت، وكمان هنعملها في الفرن، يعني مش هتاخد وقت. لو عندك عزومة ساعة إلا ربع بتكون جاهزة معاكي على السفرة، حتى أي كمية. يلا بينا على طول نروح نشوف المقادير والطريقة. في البداية هنجيب الفراخ بتاعتنا وبعدين ننقعها في محلول عبارة عن مية وملح وليمون وخل، نص كوباية من الخل. وبعدين هنصفيها وهنبتدي بقى نشرحها زي ما انتوا شايفين، شرايح بالشكل ده كده. هنقعها حوالي ساعة في البداية يا جماعة، عشان اللحم بتاعها يطرى شوية. وبعد كده هنبتدي نشرحها بقى بالشكل ده كده. لازم طبعا التشريحة دي عشان تاخد الشكل بتاع التكة، فراخ التكة اللي بتباع جاهزة. بعد كده هنجهز بقى بهارات بتاعتها، عبارة عن توم مفروم وليمون، زنجبيل المفروض مفروم فريش، بس لو مفيش هنستخدم البودر. وهنستخدم الكاري والكركم وشطة وفلفل اسود وملح. كمان معانا من الصوصات صوص باربيكيو ومستردة وكاتشب وزبادي. وطبعا هنستخدم زيت نباتي، اي زيت نباتي. هناخد في البداية بقى التوم مع الليمون، هنبتدي نحط في الاجزاء اللي احنا مفتحينها بالشكل ده كده. زي ما انتوا شايفين بدخل في كل الاجزاء التوم مع الليمون في البداية عشان الطعم بس، وبعد كده هنضيف كل المكونات الباقية على بعضها، وهنبتدي بقى نقلب ونحط الزيت بتاعنا. طبعا هي ازاي هتاخد معانا اللون الاحمر، لازم نحط لها اي لون احمر معانا ونقلب كويس. اللون الاحمر كده المفروض ان احنا كنا ضفناه مع نقطتين مية او مع نقطتين زيت. بعد كده هناخد الفراخ بتاعتنا وهنبتدي بقى نتبلها كلها بالشكل ده كده. وتراعي طبعا ان الفتحات بتاعة الفراخ ندخل فيها التتبيلة كمان. هنعملها كلها بالشكل ده كده. طبعا هتبيتيها ليلة كاملة على رف التلاجة، ولو مستعجلة على الأقل ساعتين تسيبيها برضو على رف التلاجة على الأقل ساعتين في التتبيلة بتاعتها، لكن يفضل ان انت تبيتيها في التتبيلة. خلاص هنتبلها كلها بقى بالشكل ده كده. زي ما انت شايفة شكلها عامل ازاي، شربت التتبيلة بتاعتها كلها. هنبتدي بقى نرصها في اي صينية عندنا وندخلها على الفرن. نرصها رصة كده زي ما انتوا شايفين. وبقية البهارات اللي فضلت معانا في الطبق هنبتدي بقى نحط فيها حوالي كوباية صغيرة من المية ونحطها كده في الصينية، لأن في البداية طبعا بتاخد وقت على ما تنزل الفراخ المية بتاعتها. فعشان ما تتحرقش مننا لازم نحط شوية سائل كده. هندخلها بقى في الفرن على الرف اللي في النص. هنسيبها حوالي ساعة الا ربع، وزي ما انتوا شايفين لما خرجت شكلها بيكون عامل ازاي. طبعا شكلها في منتهى الجمال وريحتها جميلة جدا جدا. وطبعا الطعم مش قادرة اقول لكم، طعم خيال، وكمان حاجة جديدة كده علينا. يعني مش حاجة تقليدية زي ما احنا عارفين الفراخ اللي احنا متعودين نعملها كل مرة. اتمنى ان انتوا تجربوها، صدقوني هتفرق معاكم جامد. ولو في عزومة مش بتاخد منكم وقت، ساعة الا ربع بيكون اي كمية جاهزة معاكي. اللحمة بتاعتها مستوية جدا من جوه، عاملة ازاي وطرية وجوسي قوي. يعني وانت بتاكليها تحسي بالعصارة بتاعت الفراخ وانت بتاكليها. كده هنكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهاردة. طبعا اللي ما اشتركش في القناة بتاعتي اتمنى ان هو يشترك، وما تنسونيش باللايك والشير. وان شاء الله انتظروني في الفيديوهات اللي جاية. هنعمل مع بعض الزبادي، وهنعمل مع بعض زبادي بالفواكه، وهنعمل كمان الفول وتحبيشاته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.